تعالوا نشوفوا الطريقة العبقرية الجميلة دي. ايه رأيكم في الحاجات الجميلة دي؟ بحاجة بسيطة هتعمليها. مم. خرافة. حاجة بسيطة هتعمليها، لا هتجيبي بيض ولا هتعملي بدقيق ولا أي حاجة، كل حاجة هتقدري تعمليها من عندك من البيت. شايفين الجمال؟ حاجة جميلة جدا جدا. طب بدل ما ناكل واسيبكم كده، أقول لكم اتفضلوا معانا، وأتمنى يعجبكم الفيديو ده، بس شاهدوه من الأول للآخر عشان تقدروا تعملوا الطريقة دي. شايفين الجمال؟ ولو اول مره تشاهدي قناتي وتشوفي اول فيديو لكي ده، تعملي اشتراك وما تنسينيش في تفعيل الجرس. واقول لكم يلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا رسول الله وشوفوا الطريقه سوا. مساء الخير، مساء الفل على احلى متابعين، واهلا بيكم في قناتي، قناه ماما سوسو. تعالوا النهارده نعمل حاجه كده تحالي ساقع كده يرطب. انتوا عارفين الحر بيحب الحاجات الساقعه. مش هتكلفك حاجه، مش هتكلفك بيض ولا دقيق ولا هتتعبي خالص في الحكايات دي، في الطريقه دي يعني. تعالوا اقول لكم هنعمل ايه. هنعمل مبدئيا كده هعمل الكاستر الاول عشان يسقع قبل ما احط. هنعمل بسكوت حالي، البسكوت الساده بتاع الشاي، اي بسكوت انت بتجيبيه او اي حاجه، او الباكو رخيص يعني مش غالي. تمام. جيبي تعملي، ممكن تعملي في كاسات، ممكن تعملي في بايركس، اي حاجه. هنا معايا ايه؟ يعتبر كده كيلو لبن، بسم الله، او 3 كوبات ونص. خلاص كده. نحط السكر الاول، نحط النشا، معلقتين نشا عشان تلفوا برضو حلو جدا. خلاص، كله على البارد، مش هتتعبي في اي حاجه. هنا كاستر فراوله، مش عارفه بقى هيدي اللون هو ولا ايه بالظبط. هنحط ايه على كل معلقه؟ معلقه يعني ادي كده معلقه هرميه، بسم الله. بيدي لون، هو كده بدأ يدي لون. ادي 2، بسم الله الرحمن الرحيم، 3، ادي 4. تمام. نحط 5، يعني مش 5 يعني برضو نعتبرها 5. خلاص. صلى على سيدنا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. هنا معلقه كريم شانتيه، اللي هو بتاع الكريمات التورته والحاجات من دي، بتخليه طعمه حلو جدا برضو. معلقه. لسه ما حطيناش السكر بقى حسب الرغبه. شوفوا انتوا بتحبوه حلو، تحبوه ماسخ. انا هحط ايه على كل كوبايه؟ هحط معلقه ونص، عشان ايه؟ وبعدين الفانيليا في الاخر خالص. ادي كده 3، 4، 5، 6 معالق، وانا بدوق وبرضه هشوفه. تمام. نروح بقى على البوتاجاز بعد ما اقلبه كويس قوي كده ويدوب كده كله على البارد، واروح على البوتاجاز اعمله. بص بدأ لونه اهوت يعمل لونه اهو بامبي، وانا عايزاه يبقى بامبي علشان هحط ايه حاجه تانية. خليكم معايا بقى ونشوف الفيديو للاخر، وارجع لكم تاني بعد ما اخلص ده على النار. بصوا اهو كده اهو، شايفين؟ عايزاه بقى يبرد شويه واغطيه برضو، بس شويه يهدى كده واغطيه قبل ما ايه نرص البسكوت سوا. خلاص كده نرص البسكوت كده، اي نوع بسكوت عندك مش مشكله. ما عندكيش، هو الباكو تقريبا ب10 جنيه. خلاص كده. المقص بتاعي ما بستغناش عنه خالص. بس هنرصه بقى ايه حسب عندك المكان. خلص الرص واعمله. خلاص كده، دي يا دوبك كده نحطها وهي دافيه كده. نحط الطبقه الاولى كده عشان في رصه تانية.
سويها بقى كويس بطريقتك، بس هو البسكوت يطلع كده، يعني حاولي تظبطي اللي انت بتعمليه كده اول صف كده، وتظبطيه برضو كده معاكي كده تظبطيه. خلاص نيجي بقى نحط الطبقة التانية البسكوت برضو. تمام خلاص كده. بعد ما انا حطيت البسكوت الطبقة التانية، بحط الكاستر بقى الطبقة الأخيرة، واظبط بقى كده. انفضل معاكي ممكن تعملي في كاسات، في الأطباق، في أي حاجة من دي. وفضل معاكي مكستر وبسكوت حاجات من دي، او من غير بسكوت ممكن ينفع. خلاص احط كمان حبه عشان املى الفراغات الفاضيه واوريها لكم بقى. خلاص كده وسويتها مظبوطه اهو، اركنها على جنب واقول لكم هعمل الطبقه الاخيره، وخلوكم برضو معايا هنا علبه جيلي فراوله برضو، يعني كاستر بفراوله وده بالفراوله. اللي هعمله اولا ده طلع مسخ شويه، فانا قلت ايه خلاص ما ينفعش احط بقى السكر، فانا هحط هنا السكر عشان يحليه برضو شويه. هحط معلقتين تمام، واحط عليه الجيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. من هنا عشان هو من هنا فاضي شويه. كده هنزل باكو، هنزل 2. انا عايزاه يبقى تخين، وتقدري ممكن تحطي بسكوت 3 ادوار. انا اللي عندي كان 1 وشويه، يعني 1 ما كملش التاني نص، فكان المفروض احط 1 تاني برضو، مش المفروض يعني، كان نفسي احط، بس برضو ما فيش كاستر زياده. فانا حطيت هنا، اعوض بقى الطبقه دي تبقى عاليه. خلاص تمام. اجيب الميه السخنه بقى واقلبه كويس، واحضر الميه الساقعه. معايا هنا على الباكوين كوبايه ونص سخنه سخنه جدا. تمام. اقلبها بقى كويس قوي عشان انزل عليها الميه الساقعه. انا حطيت كوبايه ونص عشان يبقى تخين. تمام. لما احس ان هو كله داب في بعضه كده، هنزل الميه الساقعه عشان الميه السخنه هي اللي بتخليه يبوش بسرعه. بدأ يبوش اهو خلاص، عشان انزل الميه الساقعه. لما انزل الميه الساقعه هوريها لكم. خلاص كده باش معايا كوبايتين ميه ساقعه، وبرده مش ممكن احطهم كلهم، اصبر عليه شويه. تمام. اقلبه برده كده كويس، وهسيبه يهدى شويه، مش هنزله وهو سخن شويه كده. اما احس انه برد هحطه، وبعد كده يتحط ساعه ساعتين حسب بقى ما الجيلي يجمد في التلاجة. ولا يعني كل ده والله في البيت، يعني ما كلفتش حاجه. هو البسكوت لو انت بتجيبي حاجتك كل اول شهر، تنزلي تجيبي كل حاجتك بالشهر كده، تجيبي معاكي علبه جيلي، علبه كريم كراميل، حاجاتك في البيت اللي تقدري تعمليها في اي وقت، ما تتعبكيش ولا تصرفي كتير. هتلاقيها وقفت عليكي حاجات بسيطه قوي. خلاص كده اسيبه يهدى بقى. تعالوا بقى لقيته ايه حلو، يعني يتحط عليه شويه يعني حلو، يمسك على طول. بسم الله. خلاص كده، عشان هي برضه هدخله التلاجة، فاديله مكان كمان وهدخله التلاجة. شكله حلو قوي. بصوا بقى، انا لو صبرت اكتر من كده عشان تجمد اكتر، هقوم الصبح الاقيها متاكله. فعلى ايه بقى؟ دي بقى كده جمدت،
يعتبر قعدت ساعة ونص، فقلت ايه بقى، ايه الحق بقى، لو انا سبتها ودخلت نمت هصبح الاقيها متاكله. وبالهنا والشفا على اللي ياكل. تعال نشوف بقى ايه، نقطعها نقول بسم الله. هي يا دوبك عايزه تجمد كمان، بس ايه، هم عايزين يشوفوها وعايزين ياكلوها، فانا اقطعها بقى كده احسن. نشوف بقى ايه، نقطع قبل ما ايه ما هم يفترسوها وانا ما اصورش. بس حلوه حلوه حلوه، وهي عايزه تجمد كمان تاني، بس عشان ايه، بس انا الحقها كده. بصوا يا جماعه حلوه ازاي، حلوه الجيلي حلو جدا. ندوقها سوا تعالوا. حلوه قوي قوي، جميله. يعني هقعد اكل. ايه رايكم في الجمال ده؟ حاجه جميله جدا قوي قوي، بس هي تجمد هتبقى خرط حلوه جدا جدا. اتمنى يعجبكم الفيديو ده، ولو ما عجبكمش هزعل منكم. لا هي حلوه حلوه حلوه. واقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سويسو. باي باي.